بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. من خلال القراية في سفر التثنية وفي الإصحاح الأول وقفت قدام موقف أو آية كده في العدد 35 و 36. علشان نفهم الآية دي أو نجيلها عاوز أتكلم معاكم عن خلفية. شعب بني إسرائيل عبر وراح سينا، وبعد فترة زمنية قليلة قوي وقف قدام الحدود بتاعت أرض الميعاد ده اللي وعد بها ربنا. وبعدين ايه اللي حصل؟ الشعب اقترح على موسى ان موسى يختار جواسيس تتجسس في الارض، وموسى استحسن الفكرة فجاب 12 راجل من 12 ست. ال 12 دخلوا الارض ولقوها ارض حلوة، ورجعوا جايبين بعض الثمار من الارض دي يوروها للشعب. وبعدين ايه اللي حصل؟ الجواسيس اتقسموا 10 جواسيس قالوا للشعب ان الارض دي فيها ناس عمالقة او عماليق، ناس احنا مش قدها، لو احنا دخلنا هيبيدونا، وهما بيدافعوا عن المدن بتاعتهم. وفي 2، واحد اسمه يشوع ابن نون، واحد اسمه كالب ابن يفنة، دول قالوا لا، احنا مش ناسيين ربنا اللي فتح البحر وبلع فرعون، هيقف معانا ويسندنا ويدينا الارض. لكن للأسف تأثير ال10 جواسيس على الشعب كان اكتر، فالشعب تذمر وقال لموسى هو ربنا خرجنا من ارض مصر عشان يموتنا هنا في القفر ده او في الصحراء دي؟ طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ربنا زعل قوي قوي قوي، وقال ان مادام انتم نسيتوا عملي هتلفوا في الارض دي 40 سنة لغاية لما كل الجيل اللي خرج من أرض مصر يموت، وهيتبقى 2 بس يخشوا الأرض دي، يشوع ابن نون تلميذ موسى، وواحد اسمه كالب ابن يفنة اللي كان واثق في مواعيد ربنا. المهم بقى عاوز أرجع للآية اللي قلت لكم عليها. اسمحوا لي كده، ربنا بيقول في عدد 35 لن يرى إنسان من هؤلاء الناس من هذا الجيل الشرير الأرض. ويكمل يقول ما عدا كالب ابن يفنة هو يراها لأنه قد اتبع الرب تماما. أنا حكيت لكم الخلفية دي كلها التاريخية عشان أوصل للآية لأنه اتبع الرب تماما، وعشان كده دي هتكون مقدمة لإيه؟ لسلسلة اسمها هل أنا أتبع الرب تماما زي كالب ابن يفنة ولا لأ؟ أنا آسف إن النهاردة المقدمة كانت طويلة، بس هنبتدي من بكرة سلسلة تبعية الله. صباح الخير.